الخيانة تأتي دائما من حيث لا نتوقع. تخيل أن تضع ثقتك الكاملة في أقرب الناس إليك، ثم تكتشف أن هذه الثقة كانت مجرد وهم. اليوم لدينا قصة حقيقية أثارت ضجة كبيرة في أحد المدن الخليجية. إنها قصة رجل أعمال وثق بزوجته وخادمه الشخصي قبل أن يكتشف الحقيقة الصادمة التي قلبت حياته رأسا على عقب. لنبدأ القصة، صلوا على رسول الله ولنبدأ قصتنا. في مدينة دبي عاش رجل أعمال يدعى فارس حياة مستقرة ومليئة بالنجاحات المهنية. كان فارس وهو في الأربعينيات من عمره كثير السفر بسبب طبيعة عمله في الاستثمارات، ولأنه يثق بزوجته نادية ثقة عمياء لم يكن يشعر بأي قلق عندما يتركها وحدها في المنزل مع الخادم الشخصي راشد، وهو شاب عشريني هادئ ومطيع يعمل لديهم منذ سنوات طويلة. نادية كانت دائما تبدو الزوجة المثالية، جميلة ومتعلمة وتدير شؤون المنزل بكفاءة. أما راشد فكان يتعامل مع فارس باحترام كبير مما جعله موضع ثقة في المنزل. وفي يوم من الأيام اضطر فارس إلى العودة من رحلة عمله فجأة قبل موعده بأيام، وعندما دخل إلى المنزل في منتصف الليل لاحظ أن الأجواء كانت غريبة. راشد بدا متوترا جدا وكانت تصرفاته مختلفة عن المعتاد. تجاهل فارس الأمر في البداية، ولكنه بدأ يلاحظ تفاصيل لم ينتبه لها من قبل، مثل وجود تردد غريب في حديث نادية عندما يسألها عن شؤون المنزل، أو محاولة راشد تجنب التواجد في المكان نفسه مع فارس. قرر فارس التصرف بهدوء وحكمة، ولكنه لم يرد التسرع في الحكم، وقام بتركيب كاميرات مراقبة خفية في أنحاء المنزل دون علم أي أحد. وأثناء سفره التالي كان يراجع تسجيلات الكاميرا يوميا، وبعد أيام قليلة وقع على المشهد الذي لم يتوقعه أبدا. في أحد الليالي بينما كان المنزل خاليا من أي زوار، أظهرت الكاميرات نادية وراشد في غرفة المعيشة يتحدثان بطريقة بدت أنها حميمية جدا، قبل أن تتحول المحادثة إلى تصرفات تأكد وجود علاقة بينهما. تمالك فارس أعصابه وقرر أن لا يشعر أحد بأنه يعرف شيء. غضب فارس غضبا شديدا، ولكنه فكر وقرر أن يقبض عليهما في الجرم المشهود. وفعلا في اليوم التالي عاد فارس إلى المنزل وكأن شيئا لم يكن، لم يشعرهم بأنه يعرف أي شيء، وأخبر نادية أنه سيضطر إلى السفر بعد يومين لأن لديه عمل ضروري يجب أن يقوم به. وبالفعل أوهم الجميع بأنه مسافر وخرج من المنزل. وفي منتصف الليل عاد فارس إلى المنزل واختبأ في المنزل وبدأ يراقب الكاميرات من جهاز الموبايل. الكاميرات كانت مربوطة بشبكة الإنترنت. وفي حوالي الساعة 3 بعد منتصف الليل ذهب راشد ودخل إلى غرفة نادية، وكانت تلبس لباس لا تلبسه المرأة بالعادة إلا لزوجها، وبدأوا يتحدثون، لكن فارس لم يفهم شيء من الكلام لأن الكاميرات لم تكن مزودة بميكروفونات. وبعد لحظات وقعت نادية في حضن راشد. انتظر فارس قليلا إلى أن بدأوا في العلاقة المحرمة، ففتح الباب وأسرع إليهم ودخل إلى الغرفة، فانصدم راشد وانصدمت نادية، ومن الصدمة أغمي على نادية من الخوف. راشد هرب مسرعا من النافذة. انتظر فارس إلى أن استفاقت نادية من غيبوبتها وبدأ يسألها بعض الأسئلة. لماذا خنتيني؟ لم أقصر معك بشيء، أعطيتك كل ما تريدين، لماذا تردين الإحسان بالخيانة؟ سكتت نادية قليلا ثم انهارت واعترفت بكل شيء، وكانت تبريراتها أنها شعرت بالإهمال بسبب انشغاله الدائم في العمل وسفره المستمر. وكان الغضب في وجه فارس والشر يملأ عيونه، ولكنه استعاذ من الشيطان وتمالك أعصابه وخرج من المنزل وذهب إلى أحد الأوتيلات ونام هناك حتى الصباح. ثم عاد إلى المنزل، وكانت نادية قد ذهبت إلى منزل أهلها لأنها تعرف ما الذي سوف يحصل. اتصل فارس بالمحامي الخاص به وطلب الطلاق مباشرة، وكانت فضيحة مدوية في محيط العائلة والأصدقاء، حيث لم يكن أحد يتوقع أن يحدث شيء مثل هذا في عائلة بدت مثالية. انتهت العلاقة الزوجية بين فارس ونادية بشكل نهائي. انتقل فارس إلى حياة جديدة وأصبح أكثر حرصا في اختيار الأشخاص الذين يثق بهم. أما نادية حاولت لاحقا استعادة حياتها بشتى الطرق، ولكنها فشلت بسبب كسر الثقة التي لم يكن بإمكانها إصلاحها أو استعادتها مرة أخرى مع فارس.
الخيانة تعد من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان أحيانا. الثقة العمياء قد تكون نقمة إذا لم نكن حريصين. فما رأيكم في هذه القصة؟ هل تعاطفتم مع فارس أم تعتقدون أن نادية كانت ضحية لظروف زوجها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من القصص الحقيقية والمثيرة. دمتم في رعاية الله.